ضحك هستيري، اقسم بالله ضحك هستيري. في البدايه كده اول ضحك هستيري، خالد الغندور بيقلد جمهور الاهلي في نشيد بحلم بيك انا بحلم بيك، يوم السوبر مستنيك طالع بيقول لك بحلم بيك انا بحلم بيك، في دور المجموعات انا مستنيك. يا راجل يعني اتكسف على دمك، اتكسف على دمك من اللي انت بتقوله، انت لسه متهزق مني من كام يوم. بحلم بيك انا بحلم بيك وفي القرعه مستنيك. جمهور الاهلي كان بيقول قبل ماتش السوبر بحلم بيك انا بحلم بيك وفي السوبر مستنيك. طبعا زعلانين، الزمالك بطل الدوري وبطل الكاس، هيلاعب وصيف الدوري ووصيف الكاس. المره دي انا اللي بقول لجمهور النادي الاهلي، نفسي الزمالك يقع مع الاهلي في نفس المجموعه عشان القرعه يوم 16 بعد اسبوعين من دلوقتي. وانا اللي بقول لكم بقى بحلم بيكم بحلم بيكم وفي القرعه. انتوا بتطلعوا القنوات ما عندكوش سكريبت، والله العظيم قلت لكم 100 مره خلي اي سايبر يكتب لكم سكريبت قبل ما تطلع تتكلم، فضحتونا وفضحتوا المصريين كلهم، الله يخرب بيوتكم، تطلعوا تقولوا اي حاجه وخلاص. في سايبر على الناصيه عند باب بيكو يا حبيبي يكتب لك سكريبت ب 50 قرش، سكريبت ملوش عازه ب 50 قرش، والله العظيم ثلاثه انتوا بقيتوا نكته، وربنا بقى الواحد ما بيتفرجش على افلام تضحك وبيتفرج على قناه الزمالك والمذيعين بتوعها. انا عايز اسال خالد الغندور سؤال، انت ازاي كنت في يوم من الايام لاعب داخل نادي الزمالك وانت مش عارف تاريخ المواجهات بتاعتك بين النادي الاهلي والنادي بتاعك؟ انت الثلاث مرات اللي قابلت فيهم الاهلي في دور المجموعات طالع حصاله ومركز اخير، والثلاث مرات اللي قابلت الاهلي مواجهات مباشره اتحط عليك واتكسر وشك، بتتكلم في ايه؟ والله العظيم عريتوا الاعلام المصري الله يخرب بيوتكم، والاعلام الرياضي ضيعتونا الله يخرب بيوتكم.